باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. أحبائي، في الموعظة على الجبل واللي ذكرها القديس متى في الإصحاح 5 والسادس والسابع، في الإصحاح 6 وفي آية 19 رب المجد قال: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. دي الآية 19 والآية 20 والآية 21 من الإصحاح 6 من إنجيل متى. عايز بنعمة ربنا أتكلم معاكم عن النوعين اللي ذكرهم الرب: كنوزا على الأرض وكنوزا في السماء. والأمر يا أحبائي الأمر خطير جدا، لأن رب المجد قال في الآية 21: حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. فالأمر مهم جدا إن احنا ناخد بالنا فين بنكنز، لأن مكان ما بيكون كنزنا هناك أيضا يكون قلبنا، هناك يكون اشتياقنا، هناك تكون مشاعرنا، هناك يكون اهتمامنا، هناك يكون كل شيء. حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. ولما نيجي نتكلم على كنوزا على الأرض، فيمكن أول مثل للكنوز على الأرض هو المثل اللي قاله رب المجد يسوع عن الغني الغبي، واللي ذكره معلمنا لوقا في الإصحاح 12. هذا الإنسان اللي قال عنه كتاب إن أخصبت كورته، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل؟ لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. وقال: أعمل هذا: أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. كنوزا على الأرض، أهدم هذه وأبني أعظم منها وأجمع هناك غلاتي وخيراتي. أكنز هناك وأقول لنفسي: استريحي وكلي واشربي وافرحي. ده قالوا رب المجد في مثل، لكن الكلام ده حصل بالضبط في الحقيقة، مش في مثل، وحصل مع سليمان الملك. هو قال عن نفسه في سفر الجامعة في الإصحاح 2، قال: بنيت لنفسي بيوتا، غرست لنفسي كروما، عملت لنفسي جنات وفراديس، وغرست فيها أشجارا من كل نوع ثمر، عملت لنفسي برك مياه لتسقي بها المغارس منبتة الشجر، قنيت عبيدا وجواري، وكان لي ولدان البيت، وكانت لي أيضا قنية بقر وغنم أكثر من جميع الذين كانوا في أورشليم قبلي. جمعت لنفسي أيضا فضة وذهبا وخصوصيات الملوك والبلدان. اتخذت لنفسي مغنيين ومغنيات وتنعمات بني البشر، سيدة وسيدات، فعظمت وازددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم، وبقيت أيضا حكمتي معي. ويختم كل اللي عدده دوت في الآية 10، يقول: ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما.
لم أمنع قلبي من كل فرح، لأن قلبي فرح بكل تعبي، وهذا كان نصيبي من كل تعبي. وبعد كده يقول في الآية 11 بقى نهاية الأمر: ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي، وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس، كنوزا على الأرض. إيه اللي كان ممكن يعمله أكتر من كده؟ كل تنعمات نفسه خدها، واقتنى لنفسه بقر وغنم، وجمع لنفسه فضة وذهب، كنوزا على الأرض. كل ما تشتهي عيناه لم يمسكه عنهما. وفي الآخر قال إن الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. يمكن لما نتكلم عن كنوزا على الأرض هو ده المفهوم اللي احنا نفهمه عن الكنوز على الأرض: كنوز الممتلكات أو كنوز المقتنيات. ده الفكر اللي يجيلنا عن الكنوز. لكن الأمر يا أحبائي ما يقفش عند كده وبس. الأمر ما يقفش عند كده وبس. أديكم مثل بسيط جدا لإنسانة اتعرض عليها كنوز الأرض وهي استبدلتها بشيء تاني خالص. الإنسانة دي هي ابنة هوريديا زوجة أخو هيرودس، واللي أخذها هيرودس نفسه زوجة. لما بنتها بنت هوريديا رقصت قدام الملك قال لها إيه؟ مهما سألتي أعطيك إياه حتى إلى نص المملكة. فلما نتكلم على الكنوز إيه يكون أكتر من كده؟ كان في مقدرتها ان هي تقول ان اديني مدينه من المدن اللي تحت مملكتك، او صيرني اميره، او اديني قصر لوحدي اسكن فيه. كنوز كان ممكن تطلب. قال لها مهما سالتي اعطيك اياه. لكن هي شافت الكنز ايه؟ راس يوحنا المعمدان. مش الكنز هو نص مملكتك. فعشان كده كلمة كنوز مش مرتبطة بالمقتنيات والممتلكات والفلوس، لكن كنوز ليها معنى أوسع من كده. هي شافت إن راس يوحنا المعمدان، أمها مش هي، شافت إن راس يوحنا المعمدان تساوي أكتر من نص المملكة. تساوي أكتر من نص المملكة. لأن بالنسبة لها يوحنا المعمدان كان هو الصوت اللي بيرغص عليها حياتها، هو اللي بيعلن كلمة حق ويقول لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك. فعشان كده كانت شايفة إنها تسكت هذا الصوت، ده الكنز اللي تقتنيه، إنها تسكت هذا الصوت. ولما نسأل هيروديا إيه الكنز اللي عندك؟ تقول إن أنا موتت يوحنا المعمدان، كتمت هذا الصوت، ده الكنز اللي أنا أمتلكه، ده الكنز اللي عندي. عشان كده كلمة كنوزا على الأرض ممكن تخش في حاجات كتير. أديكم مثال آخر للكنوز على الأرض: رحيل وليئة. الكنز اللي كان على الأرض بالنسبة لرحيل كان إيه؟ قبل ما تتزوج يقول عنها الكتاب إنها كانت حسنة الصورة وحسنة المنظر. فالكنز بالنسبة لرحيل قبل الزواج كان جمالها، ده الكنز اللي هي كانت تمتلكه. ليه بقول قبل الزواج؟ عشان بعد الزواج لو سألنا رحيل إن الكنز دوت كفاية عليكي، تقول لا أنا مستعد أستبدل هذا الكنز، مستعد أدي جمالي دوت مقابل شيء آخر. كان إيه الشيء الآخر اللي عايزاها رحيل؟ أن الله يعطيها ابن أو ابنة. فكان بالنسبة لها هو دوت الكنز بعد الزواج. لقيت نفسها إن هي أختها اللي ما كان شكلها حلو ربنا أعطاها، فهي نظرت إلى نفسها ولقيت الكنز اللي كانت بتتباهى به أو تمتلكه بقى هناك كنز آخر أكتر من كده، لدرجة إنها اتكلمت مع يعقوب بلهجة مش كويسة وقالت له هب لي بنينا. قال لها هو أنا مكان الله عشان أديكي بنين؟ ربنا هو اللي بيعطي، الله هو الذي يعطي. عشان كده لما نبص نلاقي رحيل كان الكنز بالنسبة لها هو إنها يكون لها أولاد. طب ليئة كان الكنز بالنسبة لها كان إيه؟
إن زوجها يحبها. ربنا اداها الأولاد، لكن برغم الأولاد كانت هي إيه؟ كل مرة كانت بتسمي اسم لأولادها كانت في هذا الاسم بتترجى إن زوجها يحبها. هي كانت عارفة إن قلبه مش معاها. عشان كده حتى في ابنها السادس زبولون قالت: الآن يساكنني رجلي لأني أنجبت له 6 بنين. فكانت بتتكلم على إن يعني أكتر من كده ممكن يكون إيه تاني. فكل أسماء أولادها كانت بهذا الشكل. من أول رأوبيم قالت: الله نظر إلي، فيبتدي زوجي أيضا ينظر إلي، إن أنا أول من أنجب له. فبكره أول قوته زي ما قال عنه يعقوب كان من ليئة، فينظر إلى ليئة. فكان كنز ليئة هو إنها يميل قلب زوجها إليها، ما يبقاش لرحيله بس. عشان كده نلاقي مثلا عن البنين ككنز، نلاقي التعبير العام اللي كلنا بنقوله لما حد يسأل حد عن ولاده ويتكلم عنهم بالخير يقول إيه؟ دول اللي أنا طلعت بيهم من الدنيا. دول اللي أنا طلعت بيهم من الدنيا بمعنى إيه؟ ده الكنز اللي أنا اكتنسته على الأرض، ده الكنز اللي أنا طلعت بيه من الدنيا. نفس التعبير قالته حواء لما خلفت أول أولادها. لما خلفت قايين قالت: لأني اقتنيت رجلا من عند الرب. اقتنيت، خدت كنز من عند ربنا. قال: لأني اقتنيت رجلا من عند الرب فسميته قايين. ده معنى الاسم. وحنا أم صموئيل لما كانت عاقر ولا تنجب، فلما زوجها أخذها هي وضرتها وأولاده وراحوا إلى العيد، يقول الكتاب إن زوجها أعطى ضرتها وأولادها أنصبة، أما لحنا فأعطاها نصيبين، أعطاها الضعف. ومع هذا كان الضعف عند حنا إيه؟ ولا حاجة. ما كانش هو ده الكنز إن يكرمها أكتر أو يديها اهتمام أكتر. مش هو ده الكنز. كان الكنز إن هو الله يعطيها أبناء. عشان كده لما ربنا أعطاها صموئيل صلت هذه الصلاة، وتشوفوا من الصلاة قد إيه هي كانت بتتكلم عن إن إنجابها لصموئيل دوت كان كنز كبير. قالت في صلاتها المذكورة في صموئيل الأول الإصحاح 2، قالت: الشباع آجروا أنفسهم بالخبز والجياع كفوا، حتى أن العاقر ولدت 7 وكثيرة البنين زبلت. الرب يميت ويحيي، يهبط إلى الهوية ويسعد. الرب يفقر ويغني. ما بتتكلمش على فلوس. عشان كده قالت إن العاقر ولدت 7 وكثيرة البنين زبلت. قالت: الرب يفقر ويغني، يضع ويرفع، يقيم المسكين من التراب، يرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء ويملكهم كرسي المجد. ده اللي قالته في صلاتها. ويعني إن بالنسبة لحنا أم صموئيل كان هو ده الكنز اللي كانت بتتطلع إليه. فزي ما شفنا إن ممكن الكنز يكون الإنسان يكنز لنفسه خيرات زي الغني الغبي، أو يكنز لنفسه ذهب وفضة وغنم وبقر وتنعمات نفسه وما تشتهيه عيناي لا يمنعها عنهما، زي ما قال سليمان الملك. ممكن يكون أمور زي كده. ممكن يكون الكنز دوت الجمال زي ما كانت رحيل بتتكل عليه ومتباهية بيه قبل زواجها، أو الكنز ده ممكن محبة الزوج زي ما كان بتشتهيها، زي ما كان بتشتهيه ليئة، أو الكنز ده يكون البنين زي ما شفنا بالنسبة لرحيل وبالنسبة لحواء وبالنسبة لحنا أم صموئيل. ممكن الكنز ده يا أحبائي يكون بالضبط التعبير اللي قاله الكتاب في تكوين 11 لما اتكلم عن ان شعب الارض فكر ان هو يبني مدينه ويبني برجا راسه في السماء. قالوا هذه العباره، قالوا: نصنع لانفسنا اسما. فممكن يكون الكنز لاي واحد فينا بيكتنزه في حياته ان ايه؟
يبقى له اسم، يبقى له اسم في وسط الناس، يبقى له اسم بانه يوصل لدرجات عاليه في مركزه، يبقى له اسم بانه يبقى كبير الناس اللي موجود في وسطهم. باي وسيله ما نصنع لانفسنا اسما، نصنع لانفسنا اسما. الواحد يقول لنفسه هذه العباره: ده انا تعبت لغايه ما عملت لنفسي اسم. كنز، الواحد تعب وقعد يكنس فيه لغايه ما وصل والان يستريح بقى. انا عملت لنفسي اسم. نصنع لانفسنا اسما، كنزا او كنوزا على الارض. والمسيح قال: لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض. بل الامر يوصل يا احبائي ان ممكن الكنوز على الارض تخش في الامور الروحيه. وده الشيء العجيب بقى، لما يخش الكنوز على الارض في امور روحيه تبقى ضربه صعبه جدا، لان واضح جدا من الامثله اللي احنا اتكلمنا فيها كلها حاجات مرتبطه بالعالم وبالارض. لكن لما الامر يوصل لامور روحيه زي ما الكتاب يقول مثلا في اعمال 8 عن سيمون الساحر، انه امن بالمسيح واعتمد على اسم المسيح. بعد كده بعد ما فيلبس بشر في السامره وامن على يديه ناس كثيره واعتمدوا على يديه ناس كثيره، ارسلت الكنيسه من اورشليم الى السامره بطرس ويوحنا عشان يعطوهم الروح القدس. فالكتاب يقول ان لما راح بطرس ويوحنا للسامره، يقول: حينئذ وضع الايادي عليهم فقبلوا الروح القدس. ولما راى سيمون انه بوضع ايدي الرسل يعطى الروح القدس، قدم لهم دراهم قائلا: اعطياني انا ايضا هذا السلطان حتى اي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. فقال له بطرس: لتكن فضتك معك للهلاك، لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم. ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. قدم لهم دراهم، قال لهم: عشان إيه؟ أديكوا الفلوس، الكنز الأرضي، عشان أخذ الكنز الروحي، لكي يكون لي أنا أيضا السلطان إن كل من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. عايز يكتنز من الأمور الروحية، بس مش عايز يكتنز من الأمور الروحية لملكوته، لكن عايز يكتنز من الأمور الروحية عشان يكون له سلطان أن كل من يضع عليه يديه يقبل الروح القدس. عشان كده بطرس رد عليه وقال له: لتكن فضتك معك للهلاك، لتكن فضتك معك للهلاك، لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم. ظننت أنك تقتني موهبة الله بدراهم، لتكن فضتك معك للهلاك. عشان كده لغاية النهاردة لما يوجد في أي وقت أن أحد من قادة الكنيسة يضعف ويقبل رسامة كاهن أو أسقف أو شماس بالفلوس، نقول عليها إنها البدعة أو الطريقة السيمونية. ليه نقول عليها هذا الاسم سيمونية؟ لأنها جاية منين؟ سيمون الساحر كان عايز يشتري خدمة الله، كان عايز يشتري مواهب الله بالفلوس. فلغاية النهاردة لما نفس تضعف زي نفس سيمون من أي من له القيادة وإنه يعطي موهبة الله بالفلوس، نقول عليها إن هي طريقة سيمونية. عشان كده بقول لكم كنوزا على الأرض ممكن يوصل بها الحد إنها تكون في الأمور الروحية. فكنوزا على الأرض تخش في المقتنيات والممتلكات، الغني الغني سليمان الملك. كنوزا على الأرض تخش في جمال المنظر، رحيل أو محبة الزوج ليئة، أو اقتناء الأولاد زي حواء وحنة أم صموئيل، أو نصنع لأنفسنا إذ زي شعب الأرض في أيام بناء برج بابل،
أو رأس يوحنا المعمدان، أو كتمان صوت الحق، هو ده الكنز اللي أنا أفرح إن أنا اقتنيته زي هيروديا زوجة أخو هيرودس الملك. عشان كده يا أحبائي بقول لكم إن الأمر جد وخطير، لأن المسيح قال إنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. فلو أنت صنعت لنفسك اسم ولأي ظروف ما إنسان شرير وقف في طريقك وسوء سمعة هذا الاسم اللي أنت صنعته، أو اشتكى عليك زورا وإنك كل اللي أنت عملته ده راح في لحظة، إيه اللي ممكن يجرى لك؟ عشان كده قال الكتاب إن الكنز اللي على الأرض ممكن يفسد سوس، وممكن ينقذ سارقون ويسرقون، ما يدومش. محدش اسمه على الأرض بيخلد إلى الأبد، ولو خلد هيخلد على الأرض، لكن مش هيخلد في السماء في الأبدية. صنع له اسما على الأرض فيبقى اسمه على الأرض. والكتاب قال عن الأرض إنها إيه؟ تزول. قال عن الأرض إنها تزول. فاللي بيصنع لنفسه اسم على الأرض بزوال الأرض يزول اسمه. صحيح عندنا ناس في التاريخ لهم آلاف السنين، لكن زي ما بقول لكم بزوال الأرض هيزول أسمائهم، لأنهم صنعوا لأنفسهم اسما أو كنزوا لأنفسهم كنوزا على الأرض. فسد لأن جه السوس وفسد هذا الكنز. عايز أكلمكم عن اللي بيظن أن كنزه في أولاده. زي ما بقول لكم التعبير العام اللي احنا بنقوله دول ولادي اللي أنا طلعت بيهم من الدنيا. نبتدي بحواء. حواء اللي قالت اقتنيت رجلا من عند الرب. اللي اقتنته الكنز اللي امتلكته عمل ايه؟ مسك اخوه قتله، وهو هرب من وجه اهله وسابهم ومشي. فين الكنز يا حواء؟ مفيش كنز. ده عاشت حزينة بهذا الامر طول عمرها. ففين الكنز؟ مفيش. مش هقول ان اولادنا اولاد اشرار زي قايين. أولادنا هيكونوا أولاد صالحين مثلا زي حنة خلفت صموئيل، وصموئيل كان رجل صالح وبار. طب أولاد صموئيل كانوا إيه؟ يقول عنهم الكتاب إن هم كانوا يقادوا بالرشوة، ما كانش ضميرهم مستقيم، كان بالفلوس ممكن يتلاعبوا بالضمير وبالحق. فحتى لو أنا اكتنست في ابني الكنز دوت ماله هيزول. وده اللي حصل. صموئيل كويس أولاده مش كويسين. صموئيل كويس أولاده مش كويسين. رحيل لما أنجبت، أول ما أنجبت يوسف، كنز فرحت بيه وقالت أسميه يوسف عشان الله يزيد، يديني تاني، يديني أولاد تانيين، يزيد هذا الكنز. يوسف كان رجل صالح. أولاد يوسف كان منسى الكبير وأفرايم الصغير. ويعقوب لما جه يبارك مين؟ قدم أفرايم على منسى. البركة ما كانش لمنسى. رحيل فرحت وقالت الله يزيد. ما كانش في زيادة. كان في يوسف لكن ما كانش في أولاده بعد كده. ولما يتكلم الكتاب عن خطيئة إسرائيل أحيانا يستبدل اسم إسرائيل باسم إفرايم. لاقيها في سفر هوشع مثلا عدة مرات. فحتى إفرايم اللي أخذ البركة من جده يعقوب لم يكن إفرايم كسبط، لم يكن مستقيما أمام الله فيما بعد. ففين الكنز؟ مفيش. كنوزا على الأرض هيفسد سوس ويسرق السارق. مش هتقعد ومش هتدوم. تفتكروا
لما هيروديا اشترت راس يوحنا المعمدان بنص المملكة، واجتنزت هذا الكنز، إنها أسكتت صوت الحق، إن الصوت سكت. الصوت سكت. خليني أقول لكم تعبير قاله هيرودس الملك بعد موت يوحنا، لما سمع عن المسيح قال: هذا هو يوحنا الذي أنا قتلته. هذا هو يوحنا الذي أنا قتلته، ده مات من زمان. وإيه يوحنا ده؟ لا، كان يخاف يوحنا، كان يخافه في حياته وكان يخافه في موته. ولما لقى المسيح بيتكلم بالحق ويعلن صوت الحق، قال: ده هو ده يوحنا اللي أنا قتلته. فبقى تنتابه الرعبة لما يلاقي أي إنسان يتكلم بالحق، حتى لو مش هيواجهه بخطيته، لكن أي صوت حق يبقى صوت إيه؟ يوحنا. تفتكروا كان هيرودس بس اللي خايف ومرعوب؟ ما كانش هيروديا برضه؟ ده ربنا قال لقايين: صوت دم هابيل أخوك صارخ إلي من الأرض. الكلمة دي ما اتقالتش لهيروديا في ضميرها، اتقالت أكيد. فهي افتكرت إن هي خدت الكنز، إنها أسكتت صوت الحق. ما حصلش. الكنز اللي هي افتكرت إن هي رأس يوحنا المعمدان، معناها كتمان الصوت إلى الأبد، ما حصلش. فضل دم يوحنا المعمدان صارخ في ضميرها، وفضل بر وصلاح يوحنا المعمدان سبب خوف ورعب ليها ولهيرودس زوجها. فاللي بيفتكر ان هو بيكنز كنز على الارض، لا، ما بياخدش حاجه من الارض. عشان كده رب المجد بيقول لي وبيقول لك وبيقول لك النهارده: لا نكنز لنا كنوزا على الارض، حيث يفسد السوس وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم فين؟ كنوزا في السماء. كنوزا في السماء. خلوا بالكم ان كل كنوز الارض اللي اتكلمنا عليها انها كلها كانت بتعب، كلها كانت بتعب عشان تصنع او تفعل. كنز السماء ما فيهوش تعب. كنز السماء ما فيهوش تعب. ما فيهوش تعب لحاجة بسيطة جدا قالها سفر الجامعة الإصحاح 3 آية 11. قال: الله جعل الأبدية في قلوبهم أو في قلبهم. الله جعل الأبدية في قلبي وفي قلبك وفي قلبك. عشان كده لما نكنز للسماء احنا مش حاجة بنعملها بجهد، مش حاجة بنعملها بتعب، ده الله جعل الأبدية والسعي نحوها جعلها في قلبي، جعلها في قلبي. مش حاجة هعملها بمشقة. عشان كده يا حبايبي تلاقوا الأمر بسيط جدا لما نيجي نكلم الأطفال عن السماء أو عن ربنا. ليه؟ لأن الله جعل الأبدية في قلوبنا. الأمر مبقاش غريب على الأطفال إن إحنا نتكلم عن الأبدية أو نتكلم عن السماء أو نتكلم عن الله. لا، الله جعل الأبدية في قلوبنا. فبداية الطريق للكنز السماوي الله جعله فينا. الله جعله فينا، ما فيهوش تعب، ما فيهوش جهد. فدي حاجة تطمنا كلنا إن الله جعل الأبدية في قلوبنا. الأمر الثاني إن الكنز اللي في السماء الله أعطاه لينا، مش بس سهل لنا الطريق بل هو أعطاه لينا. يقول كده معلمنا بولس الرسول في رومية 8: الروح، بيتكلم عن الروح القدس، الروح يشهد لأرواحنا إننا أولاد الله. طب إن كنا أولاد نبقى إيه؟ ورثة أيضا. طب ورثة إيه؟ وضحها. قال: وارثون الله ووارثون مع المسيح. ورثة الله ووارثون مع المسيح.
الله جعل الأبدية، جعل الطريق للكنز في قلبي. الله أعطاني الكنز، الله أعطاني الميراث. أنا مش مطلوب مني حاجة أعملها. الروح يشهد إننا أولاد الله، فإن كنا أولاد فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح. طب إيه تاني؟ إيه تاني؟ ولا حاجة. شفت إن كل كنوز الأرض بتعب وبمشقة، وكل كنوز الأرض بيأتي سوس ويفسد، ويأتي سارقون ويسرقون، لكن كنز السماء الله جعله في قلبنا، جعل الأبدية في قلبنا، والله ورثه لنا. الله ورثه لنا. عشان كده مثل الابن الضال، كلنا عارفين هذه العبارة اللي قالها الابن الأصغر: أعطني نصيبي من الميراث. اديني نصيبي، اديني الكنز الخاص بي. الله جعل لنا هذا الميراث، الله أعطانا هذا الكنز. الروح يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولاد فإحنا ورثة، ورثة الله وورثون مع المسيح. الخطوات البسيطة اللي بيسألنا ربنا إن إحنا نحقق بيها لأنفسنا هذا الكنز هي الخطوات اللي قالها للشاب الغني لما جاله: ماذا أصنع لأرث الحياة الأبدية؟ قال له إيه؟ اذهب وبيع كل ما تملك وأعطي الفقراء فيكون لك كنزا في السماء. الأمر بسيط جدا. ادي الكنز اللي على الأرض تكسب الكنز اللي في السماء. تاخد الكنز اللي على الأرض تفقد الكنز اللي في السماء. هي معادلة من طرفين. كنز الأرض يزيد، كنز السماء ينقص. كنز الأرض ينقص، كنز السماء يزيد. عشان كده قال له: بيع ما تملك، اعطي للفقراء. كنز الأرض يبتدي إيه؟ ينقص. يكون لك كنز في السماء. يكون لك كنز في السماء. الكلام ده مش للشاب الغني بس، الكلام ده لكل واحد فينا. عشان كده في متى 25 لما يتكلم عن اللي هيرثوا الكنز السماوي، المسيح يقول لهم إيه؟ كنت جعان فأطعمتموني، كنت غريب فأويتموني، كنت عطشان فسقيتموني، كنت مريض فزرتموني. أنفقنا سواء في المال أو في الرعاية أو في المحبة أو في البذل من أجل الآخرين. أنفقنا زي ما قال بولس الرسول لأهل كورنثوس: إني أنفق وأنفق. الكنز اللي على الأرض يقل، مش لنفسي، مش لذاتي، لك خيرات لسنين كثيرة زي الغني الغبي. لا، الخيرات دي بدي منها للآخرين، أهتم بيهم، أرعاهم، أقدمهم على نفسي، أديهم وأشاركهم في البركة اللي ربنا مدهاني. الكنز اللي على الأرض يقل وما يبقاش استحواذي لنفسي. الكنز اللي في السماء هسمع ذلك الصوت الفرح إن المسيح يقول لي إن أنا اللي كنت جعان وإنت أطعمتني، أنا اللي كنت عطشان وإنت سقيتني، أنا اللي كنت مريض وإنت زرتني، أنا اللي كنت محبوس وإنت جيت زرتني. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس وينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. هناك يكون قلبك أيضا. على عبارة هناك يكون قلبك أيضا، كلنا نتذكر حال يعقوب أبي الآباء لما جم إخواته إلى أبيهم بقميص يوسف الملون وعليه الدم. إيه اللي جرى ليعقوب؟ كان خلاص هيموت وراه يعني. هناك يكون قلبك. مطرح ما يكون كنزك، كان كنز يعقوب موجود في يوسف. جاله خبر يوسف مات،
نظره راح على ابنه من كتر البكاء عليه. هناك يكون كنزك أيضا. فلو الكنز في السماء هيكون قلبنا فين؟ في السماء. هيكون قلبنا في السماء. فمش هيكون قلبنا ان احنا ناخد لأنفسنا ونكتنز لأنفسنا. عشان كده يا أحبائي لما يبقى قلبنا بيجري وراء الكنز السماوي، شوفوا الكتاب يتكلم عن ملكوت السماوات لما شبهوا رب المجد في متى 13 قال يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل وجده إنسان فأخفاه ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. قلبه هناك أول ما لقى الكنز في الحقل دوت راح وباع كل اللي ليه عشان يشتري هذا الحقل. وبعد كده يدي تشبيه تاني برضو يقول أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. ليه؟ لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. فلما يبقى قلبك بيجري ورا الكنز هتلاقي كل حاجة قدام عينيك إيه؟ رخيصة. هتلاقي كل الحاجة قدام عينيك رخيصة. دي العبارة اللي قالها بولس الرسول: خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه، اللي قالها في رسالة فيليبي. خسرت كل الأشياء. ليه؟ لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. فقلبك بيجري ورا الكنز دوت. فلما قلبك بيجري وراه كل حاجة قدام عينيك تبقى إيه؟ نفاية. لأن الكنز إن أنا عايز أربح المسيح وأوجد فيه، ده كل اللي أنا عايزه. اكنزوا لكم كنوزا في السماء وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. عشان كده من أجل هذا الكنز في نهاية حياة بولس الرسول قال هذه العبارة: قال جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، أخيرا وضع لي إكليل البر. إكليل البر كنز هتوج. ده الكنز اللي أنا بجري إليه واللي أنا بسعى إليه، واللي قال عنه في رسالة كورنثوس بمعنى هذا الإكليل. قال ألستم، كورنثوس الأولى الإصحاح 9 قال ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون ولكن واحدا يأخذ الجعالة، يأخذ المكافأة، يأخذ الكنز. الكل بيركض، الكل بيجري، لكن اللي هيوصل الأول هو اللي هياخد الكنز. ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون. في السبق الكل بيجري، لكن واحد بس اللي هياخد الكنز، واحد بس اللي هياخد الجعالة. بهذا المثل قال هكذا اركضوا لكي تنالوا. اجروا عشان تاخدوا هذا الكنز، اجروا عشان تاخدوا هذه الجعالة. هكذا اركضوا لكي تنالوا. وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. هو ده الركض اللي بيتكلم عنه، الجري والسعي اللي أنا بسعاه. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك اللي اتكلم عنهم المثل اللي هم بيركضوا في الميدان، قال أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى. اللي بيركضوا في الميدان عشان يأخذوا كنز يفنى. أما نحن فإكليلا لا يفنى. فأنا بجري بركض بأجاهد عشان أضبط نفسي في كل شيء، عشان عيني وقلبي فين؟ على الكنز السماوي. عشان كده أنا بركض وبسعى وبجتهد. اللي بيجروا في الميدان بيجروا عشان ياخد الجعالة أو المكافأة أو الكنز، ياخد الإكليل الذي إيه؟ يفنى.
أما إحنا فإحنا بنركض عشان ناخد الإكليل الذي لا يفنى. عشان كده قال إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين. أنا بسعى وبجري وبجتهد مش عن غير يقين، مش بشك ولا بتردد، لا ده أنا واثق وعارف تماما إن الله هيديني إيه؟ الجعالة، هيديني الكنز. عشان كده أنا بركض وأنا متأكد. إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. بركض، بجري، بسعى، بأجاهد لأضبط نفسي في كل شيء، لأني باصص إلى الجعالة، باصص إلى الكنز. حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. يا ترى يا أحبائي بعد الكلام اللي قاله لنا رب المجد يسوع، إحنا لنا كنوزا على الأرض أم كنوزا في السماء؟ كل واحد يراجع نفسه. وزي ما قلت لكم كل ما بيكبر الكنز اللي على الأرض، والكنز اللي على الأرض مش عايزكم تفكروا بس في الفلوس. الكنز على الأرض مال، مقتنيات، أولاد، منصب، كتمان صوت إنسان بيراجعني عن الخطأ اللي أنا فيه. كل هذه الأمور، حتى شراء مواهب الله، السعي للأمور الروحية بطريقة أرضية، كل هذه كنوز على الأرض. هل إلى هذا الحين ما زلنا نكنز على الأرض أم نكنز في السماء؟ وكلنا نعلم يقينا وكلنا مختبرين كويس قوي إن بالحقيقة حيث يكون كنزنا هناك يكون قلبنا أيضا. صلاتي يا أحبائي إن ربنا يديني ويديكم إن حياتنا على الأرض تكون إن إحنا نسعى ونركض ونجتهد لنضبط أنفسنا في كل شيء لكيما نكنز كنز في السماء. وعشان نكنز الكنز اللي في السماء محتاجين إن إحنا إيه؟ ننفق الكنز اللي على الأرض، سواء كان هذا الكنز في استحواذنا لذاتنا ممتلكات ومقتنيات، أو هذا الكنز محبة ذواتنا ودون مراعاة لمشاعر الآخرين، أو راحة أنفسنا دون مراعاة لتعب الآخرين ومشاركتهم في أتعابهم أو أحزانهم، أو إن إحنا نخدمهم، أو إن إحنا نكون الأول ولا نقدم الآخرين على أنفسنا. لا، ننفق وننفق وننفق، وعلى قد ما ننفق على قد ما إيه؟ كنزنا في السماء يزيد ويزيد ويزيد. والكنز المضمون اللي مش هيفسده سوس ولا يسرقه سارق هو الكنز اللي في السماء. ربنا في يوم مجيئه يسمعني ويسمعكم هذا الصوت الفرح ان احنا كنا امناء في القليل، في هذا الكنز البسيط، في امكانياتنا البشريه البسيطه، فيقيمنا الله على الكنز السماوي. له كل مجد وكرامه في كنيسته الان والى الابد، امين.